بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مقتطف ثالث من كتاب الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف لفضيلة الشيخ الوالد ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله ورعاه. فيقول: ومن البديهيات عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعض على ذلك بالنواجذ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، انتبهوا لهذه الوصية والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله التي لا بد منها، ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، وتعلموا لتصلوا إلى هذه المنزلة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق النابعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يخشى الله عز وجل، فإن التقوى تتحقق بهذه الأمور كلها. ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها يندفع العبد إلى تقوى الله عز وجل، وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان يقين بأن الله يراه، وأن الله يسمع كل ما يقول، ويسمع نبضات قلبه وخلجات فؤاده، وما تحدث به نفسه يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه، ويرى حركاته وسكناته. فالمؤمن الحق يعظم الله حق تعظيمه، ويدرك أنه سبحانه يسمع كل ما يقول، ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه، وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن، حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان، لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه، ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثقال ذرة. هذا الإحساس الرفيع وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام، ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز، أن تجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم الصحيح وتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الإخوة بتحصيل الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح. وقد قال ربنا جل شأنه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا ينبثق إلا من العلم، وعمل الصالحات لا ينبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر
والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى، فكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان ويصبرون على الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس، فإنه لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله من الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتقبه، ولا يستعجب المؤمن من ذلك، فإنه قد أوذي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله، وهم الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد الأعداء أكثر منا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أوذي أحد ما أوذيت في الله. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يؤذى إلا أن يشاء الله، فوطن نفسك على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد أمر الله رسوله أن يتأسى بأولي العزم وأن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولو العزم، فقال له سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أنبياء الله جميعا أسوة حسنة، فالرسول أمر أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان يعتقده، وأسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويفقدها كثير من الشباب، وينسى كثيرا منها أو كلها بعض الشباب. فإن الله مدح رسوله عليه الصلاة والسلام المدح البالغ والثناء العاطر، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالداعي إلى الله وطالب العلم والموجه والمرشد كلهم يحتاجون إلى أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته ومنهجه وأخلاقه، فإذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلى الداعي في أمور دعوته من الأخلاق الكريمة التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها أشياء أخرى، وهي أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فذلك نقص باد في دعوته وعليه فلا بد أن يستكملها. وقد يغفل عنها كثير من الناس، وهذا يضر الدعوة السلفية ويضر أهلها، إذ الغفلة عن هذه الأخلاق وتقديم تلك الدعوة إلى الناس بطريقة يكرهونها وبما يستبشعونه ويستفضعونه من الشدة والغلظة والطيش وما شاكل ذلك يعوق الدعوة وقبولها، فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. فلا بد لطالب العلم أن ينتهج نهج الأخلاق الصالحة في الدعوة، وعليه فينبغي عليك أيها الأخ أن تقتدي بالآثار الواردة في طريق الدعوة إلى الله، وذلك بأن تدرس سيرة الرسول وتدرس أخلاقه وعقيدته وتدرس منهجه. فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال، وأناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق عقيدة صحيحة ومنهجا صحيحا، ولكن سلوكهم
وأسلوبهم في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها، فاحذروا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته، وعليكم أن تتعلموا كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة والصبر والحلم والصفح والعفو واللين والرفق، وإلى أمور أخرى إلى جانب هذه. استوعبوها يا إخوان، واعلموا أنه لا بد منها في دعوتنا للناس. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. فوالله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء حلماء يتمثلون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقونه قدر الاستطاعة، فنفع الله بهم، وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع، وما ذلك إلا لأنها فقدت حكمة هؤلاء، بل حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.